السلام عليكم شباب، وياكم جد الشايب، واهلا وسهلا بكم بالحلقه 44 من سلسله كلاش اوف كلانز. واخيرا تم الاعلان بشكل رسمي عن الهيرو او الملك الجديد اللي صار لغز علينا، وبدت الناس كل واحد يتصور شنو ممكن يكون شكله ووظيفته، والتوقعات كانت تقول انه راح يكون ملك لاحد جنود الاكسير مثلا، او الدارك مثل ملك الساحر، ملك الهوغ الى اخره، على غرار ملك البربري وملكه الارشر. واني بصراحه توقعت ملك الحرامي لكن التوقعات كلها طلعت غلط، والرسوم المتخيلة للهيرو الجديد غلط. الشكل مثل ما تشوفوه امامكم، طبعا كتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم بالشكل. والاسم اسمه للهيرو الجديد ذا جراند واردن، يعني الحارس العظيم، وما له علاقه باي جندي، واقرب جندي من عمله هي الهيلر، لكن يعني مو كلش، هو مو معالج، يعني مختلف. اول شيء هذا الهيرو ينزل بالتاون هول 11، والماكس مالته ليفل 20. ندري انه الملك ينزل بالسبعه، الملكه بالتسعه، فطبيعي هذا ينزل بال11. طبعا يتطور مثل ما تعرفون بالاكسير، وعنده 4 تطويرات الخاصيه مالته، كل 5 ليفلات مره مثل بقية الملوك. حياة الهيرو الجديد من يصير ماكس 2000، يعني أكثر من الملكة الماكس 1600، وأقل من الملك الماكس اللي هي 4400. يحتاج 68 دقيقة حتى يطلع مرة ثانية من يموت أو من تخلص حياته بالهجمة، طبعا إذا كان ماكس، وتعتبر أقل من الملك والملكة اللي يحتاجون 108 دقائق، ولا هم يعني ماكس مالتهم ليفل 40، هو ليفل 20 فقط. بالنسبة للضرب مالته فهو ضعيف وبطيء، 110 إذا كان ماكس، بينما الملك 259 والملكة 419. خلينا نتكلم عن شغله بالهجوم. الهيرو الجديد غير انه يعتبر جندي عادي يهاجم الدفاعات، وتكلمنا عن قوة الضربة مالته 110 اذا كان ماكس، فهو بالاضافة لهالشي عنده خاصيتين، وحدة كامنة يعني دائمية، وحدة حركية تفعلها بايدك، تتفعل عنده اذا وصل للليفل 5. بالنسبة للخاصية الكامنة او الدائمة ما قال التسريب انه هل راح تكون موجودة بيه من الليفل 1 لو لا الا يوصل للليفل 5. عموما هذه الخاصية تطلع وحدها بس ينزل الهيرو للمعركة، وشغلها تزيد حياة الجنود المهاجمين. هالشي ضمن دائرة تمشي ويا الهيرو مثل ما تشوفون برتقالية، وطبعا راح تصير استراتيجيات كبيرة خاصة مع الساحرة الماكس والسكيلتون مالتها ويا هذا الهيرو ودائرته. اما الخاصية الحركية او الحركة مالت هذا الهيرو فبس تفعلها، فلا هذا الملك ولا الجنود الموجودين ضمن دائرته يتلقون اي ضرب، يعني الدفاعات تضربهم بس هم ما يتأثرون. وطبعا مثل ما تعرفون انه الانفيرنو تاور اذا هاجمت جندي بعد ما يتعالج، لكن بينما مع الملك الجديد إذا كان الجندي ضمن الحركة مالته بس تفعلها، ما راح الانفيرنو تاور تأثر به، وكذلك ممكن يتعالج عن طريق مثلا سبيل الدم أو الهيلر. الملك الجديد بإمكانك تخليه يهجم أرضي أو جوي، وإذا هجم أرضي فيخترق السور ماكو مشكلة، وشغله على الجنود هو ما يتأثر إذا كان جوي أو أرضي. لكن شنو الفرق بين الأرضي، هجوم الأرضي أو الجوي، إنك تخليه هو بالدفاعات اللي تهاجمه. يعني إذا خليته جوي راح تهاجمه الاير ديفنس والاير سويبر والافخاخ والدفاعات اللي تضرب الجنود الجويين، واذا خليته ارضي لا، ذولا ما راح يهاجموه، انما راح يهاجموه الكانون والمورتر وهكذا. وطبعا ميزه هذا الهيرو انه دائما يلحق الجنود اللي دمهم اكبر، او مجموعه الجنود اللي دمها اكثر. طبعا اذا صار عنده خيار انه يلحق مثلا مجموعه رايحه اليمين ومجموعه رايحه اليسار، راح يلحق المجموعه اللي عندها دم اكبر. اخيرا خلونا نتكلم عن الهيرو بالدفاع. اذا احد هجم عليك طبعا بامكانك ايضا تخليه جوي او ارضي، لكن شنو الفرق بيناتهم بصراحة ما واضح لحد الآن، لأنه بالحالتين هو الهيرو راح يضرب الجنود، سواء حطيته جوي أو أرضي يضرب جميع الجنود. لكن إذا كان جوي فالجنود اللي يهاجمون جوي فقط هم اللي يقدرون يضربوه، أما الأرضيين لا، فأكيد تخليه جوي أحسن. عموما هم بالتسريب هذا ما فصلوا هواية بهذه النقطة، أكيد الأيام الجاية راح تكشف المستور مثل ما يقولون. أتمنى يكون المقطع عجبكم، لا تنسى اللايك والاشتراك. كان معكم جد الشايب، أشوفكم بحلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة، في أمان الله. فهاي الهجمة سويتها مو لأجل انك تسويها وتطبقها، ولكن لأجل الضحك، خلينا نقول لأجل تحشيش. الآن يا شباب اللي يحب ينضم لكلان جد الشايب كلاني، أهلا وسهلا بي. بس أريد أنبهكم على